السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ صلوا على النبي. قبل ما تبدأي ولا تعملي اي حاجة صلوا على الرسول وتستغفري ربنا وتقولي توكالي واعتمادي عليك يا رب. ما تنسيش تحط اللايك وتشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس. دلوقتي انا هعمل معاكم طريقة الكفتة. بصلتين وسط على نص كيلو لحمة، بصلتين وسط، طماطمية صغيرة، فصين من التوم، عود كزبرة، على بقدونس، قرنين من الفلفل، ومسكتهم ضربتهم في الكبه زي ما انت شفتي كده. ضربتهم في الكبه. بعد ما بضربهم في الكبه بنزل في المصفى وبصفيهم. بنزل الميه منهم لان الميه دي انا هحتاجها في الاخر برضو، وممكن ما تنزلهاش براحتك، لكن انا بنزل الميه ليه؟ عشان انا عايزاها، لازم تنزلها كويس. شايفين بقى انا بصفيها واحده واحده بس مش بصفيها قوي. دلوقتي انا نزلت ايه بيهم على ايه؟ على اللحمه. دلوقتي انا دول 3 رغيفه من الفينو، فينو ناشف. لو طري ما فيش مشاكل، ممكن رغيف عيش بلدي تنقعيه في شويه ميه برضو وتضربيه مع اللحمه. يعني ممكن عيش بلدي، ممكن عيش فينو طري، ممكن ناشف، وبيضايه. لو ما فيش بيض ما فيش، براحتك. لو ما فيش بس انا كانت موجوده الحمد لله يعني. دلوقتي همسكهم افرمهم واروح نازله بيهم على اللحمه. نزلت بيهم على اللحمه زي ما انتوا شايفين كده اهو. ايوه نزلت على اللحمه زي ما انتوا شايفين. وهنزل بايه تاني؟ بالبيكنج باودر، بحوالي نص معلقه بيكنج باودر، وملح وكمون وفلفل اسود. معلقه ملح، معلقه كمون، معلقه فلفل اسود. دلوقتي انا اقول لكم المكونات تاني. نص كيلو من اللحمه المفرومه، ربع دهن، ربع يا رب سمين، وربع لحمه مفرومه كده نص كيلو، وكزبره على بقدونس، وبصلتين وسط، وطماطمايه صغيره، وفصين من التوم، وقرنين من الفلفل، و3 رغيفه فينو، وبيضايه. وتفضلي تدعكيها زي ما انت شفتي كده وانا بدعكها لحد ما تعمل خيوط معاك. شايفين؟ وتروحي بقى ايه واخداها حطاها في التلاجة قيمه نص ساعه. يعني قيمه نص ساعه في التلاجة. بعد ما طلعتها من التلاجة ايه، دلوقتي دي الميه اللي نزلت اهيت، العصاره دي اللي نزلت ايه من المكونات. نزلت عليها بشويه من الزيت وهصبحها معاكم اهو. دلوقتي انا هصبحها معاكم، هصبحها على معلقه. لو عندك انبوبه قلم فاضيه ممكن تصبها عليها اهو. شايفين؟ بمنتهى السهوله. وهتشوفوا بقى شويه كفته، والله العظيم كفته هشه من جوه وطريه وجميله ملبن كده. ما تنسيش تحط اللايك وتشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. شايفه بقى الجمال والحلاوه؟ سهله خالص. بتديني ايديك من الخليط وتروحي واخده حته الكفته وتروحي مصبعاها على ظهر المعلقه، على المعلقه من ورا زي ما انتوا شايفين كده. شايفين الجمال والحلاوه؟ ايه رايكم بقى في الجمال والحلاوه دي؟ لو عايزين اقول لكم المكونات تاني اقولها، بس والله كان طعمها تحفه، ولا كأن فيها عيش فينو ولا باين فيها ولا اي حاجه. احسن من اللي انت بتجيبها من بره. انت عارفه هي معمول فيها ايه ولا انت عارفه هي معموله ازاي، لكن دي انت عاملاها بايدك. شايفين بقى الجمال والحلاوه؟ ولا الكميه اللي طلعتها كميه محترمه. دلوقتي ده ايه؟ عرق سوس وده كربونات. هعمل انا العرق سوس معاكم اهو المره دي. انا صبعت الكفته وحطيتها في التلاجة تتشمع، ودلوقتي بعمل اهوت العرق سوس زي ما انتوا شايفين كده. حطيت الكربونات حوالي ربع معلقه وشويه من العرق سوس، ونزلت بالميه. تفضلي تدعكي فيه كده لحد ما يتشرب الميه كلها. تدعكيه كده وتلفيه كده بايدك لحد ما يتشرب الميه كلها، كل ده يتشرب. هتلاقيه بصي والله العظيم لا متعب ولا اي حاجه، وطعمه زي السكر. الناس اللي بتحبه بقى، في ناس ما بتحبوش، انا ما بفرضوش على حد والله يا حبايبي. يلا يا ست انت وهي قومي شوفي وراك ايه، واعملي لقمه حلوه لاولادك كده. قومي انكتي كده في التلاجة وطلعي اللي في الفريزر واعملي وانت بتتفرجي عليا كده. دلوقتي ده ايه؟ بصلايه قطعتها طرنشات وطماطمايه، رحت نازله عليهم ايه يعني حوالي شعره كده من الفلفل الاسود والملح، يعني بطعمهم بس، وهرصهم في قعر الصينيه
زي ما انتوا شايفين كده. قومي كده دوري في الفريزر بتاعك كده، ممكن تلاقي حته لحمه مفرومه، تلاقي حته صدر فرخه طلعيه او حته صدر افرميه واعملي لي ولادك كفته وانت بتتفرجي كده. انا بشجعكم مش بعلمكم على فكره، انا مش بعلم حد، انا بشجعك ان انت تقدري تعملي لعيالك لقمه من ما فيش، لقمه حلوه زي السكر زي العسل زيك كده. ما تنسينيش بقى بدعوه حلوه من دعواتكم الجميله اللي بتجبروا بقى بخاطر ربنا يجبر بخاطركم يا رب، زي ما بتجبروا بخاطري كده. كل حد يجبر بخاطري في الكومنتات ربنا يجبر بخاطره يا رب زي ما بيجبر بخاطري. شايفين بقى الحلاوه والطعامه؟ مسكتها رصيتها على الخضره وزقتها في الفرن. احنا يوم المشويات النهارده، بشوي بتنجان معاكم بقى وفلفل، وهعمل صينيه بطاطس محمره، صينيه بطاطس محمره في الفرن. احنا يومنا النهارده في الفرن، مش على البوتاجاز من فوق، احنا في الفرن. دلوقتي انا جبت البطاطس دي عملت فيها، قشرتها وقطعتها صوابع، ورحت نازله بحوالي 5 معالق من الزيت في الصينيه وقدحتهم، خليتهم سخنوا قوي، ورحت نازله بالبطاطس عليها ورحت زقاها في الفرن. هتحمر بقى وهتشوفوها عامله ازاي، بس كل شويه لازم تقلبيها. دلوقتي ده البتنجان انا قشرته وهعمله معاكم ايه بابا غنوج. ماشي، قشرت البتنجان وبهرسه اهو، ونزلت عليه بالليمون. اهم حاجه تنزلي عليه بالليمون. ما تنسيش تحط اللايك وتشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس. دلوقتي ايه، نزلت بمعلقتين من الطحينه، يعني حاجات خفيفه سريعه بس كانت حته لقمه ما اقولكمش والله العظيم، كانت زي العسل وزي السكر، والحمد لله كنا وشبعنا. حتى ولادي بيقولوا لي يا ماما احنا كنا وشبعنا، اول يوم ناكل ونشبع كده والله العظيم. وبالعيش بقى وادها ميه تديك طراوه ما شاء الله تبارك الله. دلوقتي انا نزلت هرست الشطه اللي عندي بالثوم، نزلت بشويه منها وقلبتها، ونزلت بمعلقتين زيت من على الوش كده، ودي السلطه وده الفلفل المشوي اهو، ودي الطحينه. ايه رايكم بقى في الجمال والحلاوه دي؟ دي قدرة فول بقى، سيبكم منها مولعه عليها للسحور. ادي الكفته بقى، شايفين الكفته بقى وجمالها؟ اهي لا فكت ولا جرى لها اي حاجه ولا الهوا، وهتشوفوها دلوقتي وانا بكسرها لكم واوريها لكم. جوسي كده من جوه وجميله، والله طعمها ولا ريحتها جايبه اخر الشارع. شايفين بقى جوس الزن من جوه؟ شايفين الحلاوه والطعمه؟ شايفين الجمال؟ في احلى من كده بقى؟ يلا قومي 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 كده ما تكسليش، قومي دوري في تلاجتك كده، وانكدي في تلاجتك هتلاقي ربع كيلو لحمه، حته لحمه تمن. قومي واعملي زي ما انا وريتك كده. قومي انا اديتك فكره اهو. ده العرق سوس بقى. ما تنسيش تحط اللايك وتشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس. شفت العرق سوس بعد ما خمر بقى لونه قلب ازاي؟ بقى احمر. العرق سوس لما بيخمر بيبقى احمر. دي بصراحه كانت حته طرحه عندي مش شاشه، عشان هتقولوا يع ومش يع. دي ايه، حته طرحه كانت عندي، مسكتها غسلتها كويس ومخليها للعرق سوس. دلوقتي انا حطيته في المصفى بقى وفتحت عليه الميه وعماله صفي، وبعد كده الباقي ده مش هرميه، هاخده احطه ببرطمان واحط عليه ميه ينزل اللي فيه كله. شايفين بقى الجمال والحلاوه والطعامه؟ نص نزل في الحوض مش مشكله بقى، كل واحد بياخد نصيبه. ايه رايكم بقى في الجمال والحلاوه بتاع البطاطس؟ بطاطس اهي حمرتها في الفرن، حمرتها في الفرن. شايفين الجمال والحلاوه والطعامه؟ ايه رايكم بقى؟ يلا قومي، يلا قومي لو عندك حته لحمه ولا حته فرخه قومي اعملي اللي انا عملته ده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.